سلام سلام، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم كيش بزاف بنين وطريقة جد سهلة وبمكونات جد بسيطة، اقتصادي والبنة ما شاء الله. جبت لكم الكيش بذوق البواغو، الحشوة تاع الكراث كما يقولوا له باللغة العربية، بعجينة الصابلي. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. كأول خطوة غسلت البواغو تاعي الكراث هكذا ونقطعه كما راكم تشوفوا إلى شرائح دوائر هكذا، راح يعطي لها بنة رائعة. واللي ما يحبش البواغو راح يعجبه في هذه فليكيش هذا وما راحش يفيقلو هكذا. انا ما راح ندير له حتى اضافات، ما نديرش اللحوم، وانتي الا حبيتي ديري راح يجيكم بزاف بنين. انا هكذا حبيته سامبل واقتصادي، والبنة ما شاء الله يجي رائع هكذا. نكمل نقطع كامل الحبات تاعك بهذا الشكل دوائر دوائر، وندي نقليهم غير بشويه تاع الزيت هكذا، نحطهم في المقله تاعي. هنايا ندير لهم شويه تاع الزيت ونغليهم مليح مع الملح حتى يذبل لنا. هنايا نضيفو سنينه تاع الثوم ونديرو التوابل غير شويه تاع فلفل لك، نغطيه ونخليه يطيب في غرضه. اما بالنسبه للعجينه نحتاج هنا 3 كيسان تاع الفرينه هكذا، الكاس الاول والثاني والثالث. نضيف ملعقه صغيره تاع الملح، كيس خماره كيميائيه، ونضيف ملعقه صغيره تاع السكر، ونخلطو النواشف كامل مع بعضهم هكذا باش نبداو نزيدو السوائل. نحتاج هنايا نص كاس حتى كاس ما غير ربع تاع الزيت هكذا. نعجن بيدي، نضم العجينه تاعي هكذا ونلمدها. وهذو اللي كيش راح يجيكم بزاف بنان، والطريقه تاعهم بزاف سهله وغير بمكونات بسيطه هكذا. بعد ما يتكامل العجينه دخلت هذيك الزيت في الفرينه، نضيف حبه تاع بيض هكذا ونعجنها غير بشويه تاع الماء هكذا. نبدا نضيف شويه تاع الماء غير بشويه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. دوك نوريكم القوام اللي نتحصل عليه في الاخير. هذه هي العجينه تاعنا، نلمدها مليح. شوفوا القوام اللي نتحصل عليه هكذا. هنا نغطيها ونخليها على جنب، خليها تريح، ونروحوا مع بعضنا نشوفوا الحشو تاعنا. هنايا بعد ما تقلنا مليح طابت لنا هذاك البواغو هكذا، ونحرك مليح باش ما يلصقناش، ونخليه حتى يدخلوا كامل الطيابه، نغطي عليه ونخليه يطيب في غرضه. ونروحوا نوجدوا مع بعضنا الخليط الثاني. هنايا نحتاجو 3 حبات تاع بيض. الحجم تاع البيض هنا عندي صغير، انتي لا عندك حجم كبير ديري غير 2 حبات راحين يكفوا هكذا. نضيف لها حوالي 3 ملاعق كبار تاع لا كريم فريش. انا هنايا الباطه خلصت لي، نسي نحي كامل هذاك اللي من تحت هكذا، ما نخلي فيها والو. ونضيف لها شويه تاع لا كريم ليكيد. ونضيف لها ملعقه صغيره تاع الملح وملعقه كبيره تاع فرينه ورشه تاع فلفل اسود، ونخلطوا المكونات كامل مع بعضهم.
ونضيفوا له الحشو تاعنا بعد ما طاب وبرد. هكذا نضيفوا له هذاك الكراث، ونخلطوه. ونخلو الحشو تاعنا على جنب، ونروحو نجيبو العجينة تاعنا. انا هنا نجيب المول تاعي اللي يدخل الفرن. انايا نقيس عليه ورقة طهي، هكذا نسبقوله من تحت، ونجيب العجينة تاعي وراح نفتحها فوق ورقة طهي باش يجيلي العمل تاعها سهلة ونقدر نرفدها هكذا. ونجيب الحلال ونبدا نحل العجينة تاعي. واذا بدات تلصق لك العجينة نضيفو شوية تاع الفرينة هكذا باش تسهل لنا الخدمة. ونرفدها ونقلبها فوق المول تاعي كما راكم تلاحظوا هكذا، ونمشيها بيدي. ونقطع كامل هذوك الزوائد الاطراف غير بموس، وهذوك الزوائد نلايمهم ونعاود نخدم بهم ميني كيش. انا هنا نثقب العجينه تاعي غير بالشوكه وندخلها الفرن طيب شويه وحدها باش نضيفوا لها الحشو. انا الحشو ضفت له غير شويه تاع جبن مبشور هكذا. بعد ما طابت لي العجينه نص طيابه، هذه الخطوه باش تجينا اللي كيش تاعنا مقرمشين. هنايا نضيفوا له الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا، نوزعو كامل، ونضيف له الجبن المبشور. نديري اي جبن متواجد عندك هكذا، ونوزعها كامل وندخلها طيب. انا شعلت لها الفرن من الفوق ومن التحت، ونعاود نوريكم الكيش كيفاش جا. الكيش تاعنا راهي واجده بعد ما طابت لنا وتحمرت مليح. شوفوا كيف جا اللون تاعها ما شاء الله، جات بزاف بنينه ومقرمشه. ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها. انا هنا نقدر نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل. صدقوني جاب لنا ولا اروع. تقدري توجديها غير في 5 دقائق بمكونات بسيطه وطريقه جد سهله، وراح تنال اعجاب الصغير والكبير، خصوصا الاطفال ما راحش يحسوا بهذاك الذوق اللي ما ياكلوا لهمش البواغو الكراث هذاك، ما راحش يجي الذوق تاعو بزاف. شوفوا معايا كيفاش جات. وان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها. انا نخليكم في وصفات جديده. تهلاو في وقتكم، مع السلامه.